بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أقدم لحضراتكم فيديو حصري توثيقي عن العملة الفضية التذكارية المتداولة من بعد ثورة يوليو. هي كل العملة اللي كانت متداولة في ذلك الحين. الفيديو ده طبعا بيوضح ما كانت عليه مصر من ثراء حتى نهاية الستينات وبداية السبعينات. الفترة القبلية لهذا التاريخ كان الجنيه المصري أقوى من كده، كان بيساوي جنيه ذهب وخمسة تعريفة. الخمسة تعريفة اللي هم قرشين ونص. معروف طبعا إن الجنيه الذهب يساوي 8 جرام، ده يعني شيء بالشيء يذكر. طبعا الفيديو ده بيوضح عدد أو كمية المصدر من الجنيهات الفضية المتداولة في ذلك الحين. ومعنى كلمة فضية متداولة يعني كانت بتستعمل بيعا وشراء. طبعا زي ما قلنا الألبوم بيشرح بهوامشه ماهية العملة. 50 قرش عيد الجلاء 56. دي قطعة فريدة لأن هي بتتميز بوزن خاص وعيار خاص جدا في العملة المصرية المتداولة بصفة عامة. 25 قرش تذكرة من قناة السويس 56. 25 قرش مجلس الأمة 57. 10 قروش سنة 55 74. في 10 قروش سنة 56. 75 1375 1956. في 10 قروش أيضا أبو الهول سنة 56 1375. في الخمس قروش برضو أهي سنة 57 56 75. دي 6 1905 56 1376 أهي. طبعا بتسأل كتير على عدد الجنيهات الفضة، الحاجات اللي كانت فضة لحد نهاية السبعينات. ده ربع جنيه دون افتتاح مجلس الشعب اللي ربع جنيه كف. اهو دون ريال النسر 1960. والعشر قروش طبعا دول ظهرهم اهون 1960 اهو ظهر اهو، ودون ظهر اهون. يبقى اللي ما شفناش ظهره اللي هو نص جنيه سنة 56 اللي هو بتاع الجلاء، وده ربع جنيه سنة 56 بتاع قناة السويس ده ظهره اهو سنة 57. وده الريال والعشرة ساغ والخمس ساغ نفس الظهر الرش بتاعهم دون. يبقى احنا خلصنا لحد بتاعت افتتاح مجلس الشعب. قلنا الظهر بتاعه بالشكل دون اهو
في الريال بتاع سنة 1960 10 سعر 5 سعر 1960 اهي. في جنيه عبد الناصر سنة 70. طبعا الجنيه دون وزنه 28 جرام سنة 70. يعني نشوف مدى القوة بتاعت الجنيه. 28 جرام من الفضة. ده 25 قرش 50 قرش ذكرى تحويل مجرى نهر النيل اهي. ودي 25 قرش ودي 10 قروش ذكرى تحويل مجرى نهر النيل. ودي ال5 قروش 10 قروش قصدي. دي ال10 دي ال5 قروش دي ال5 قروش دي ال5 قروش. هو هنا غلط، هو بيكتب هنا دي ال5 قروش سنة 64 ودي ال10 قروش سنة 64. مجموعة أبو ذكرى تحويل مجرى نهر النيل الكاملة. الجنيه جنيه السد العالي ذكرى تحويل مجرى نهر النيل. الظهر بتاعه بالمناسبة هون مكتوب عليه الفئة والتاريخ، الجمهورية العربية المتحدة، والفئة والتاريخ 64. ده بالنسبة للمجموعة كلها. الجنيه تذكار انطلاق كهرباء السد العالي سنة 68. برضه الجنيه ده 28 جرام. ودون الجنيه بتاع الأزهر أهو. ودون الجنيه بتاع منظمة الفاو، انتج مزيد من الطعام منظمة الفاو. يبقى هما كام جنيه؟ يبقوا 4 جنيهات، اللي هو الجنيه الفضي المصري تذكاري متداول من لغاية سنة 72. آخر جنيه 72 اللي هو بتاع 70 سنة 1970. ده بتاع عبد الناصر. ده آخر جنيه. يبقى هما 4 جنيهات: جنيه عبد الناصر، وجنيه السد العالي بالشكل ده، وجنيه الأزهر بالشكل دون، وجنيه بتاع انتج مزيد من الطعام بالشكل ده. الظهر بتاعهم تقريبا اهو. ده الجنيه بتاع انتج مزيد من الطعام، ده الجنيه بتاع الازهر الشريف، ده الجنيه بتاع السد العالي. بعد كده هنيجي لربع جنيه مهم جدا، اللي هو ربع جنيه سنة 73 للعيد الماسي لبنك مصر. وبكده نبقى وصلنا لكل الجنيهات التذكارية المتداولة. الألبوم طبعا بيضم المتداول والتذكاري الغير متداول، وبيضم الأطقم بتاعة التذكاري الغير متداول. هنبقى نعمل لهم فيديو تاني إن شاء الله رب العالمين، ونوضح فيهم كل حاجة. تمنيتي إن أكون أضفت شيء لمعلومات حضراتكم. كل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم مجدي أحمد الإتريبي.